الجبنة القديمة بكل تكاتها وتركاتها والطعم اللي نفسكوا تاكلوه أحلى من بتاع المطاعم بكتير، هتدوقوه معانا النهاردة في أحلى طبق جبنة قديمة ممكن تاكلوه. يلا بينا. هنبدأ مع بعض إن إحنا نقطع بقى الخضار بتاعنا. أول حاجة هنقطع طماطم. الكميات اللي هقولها في الفيديو دي ترجع لكم على حسب الكمية اللي انتوا عايزين تعملوها. أنا هنا قطعت طماطمتين، بقطعهم صغير كده كأني بعمل سلطة بالظبط. هنزل فيهم ببولة كده زي ما انتوا شايفين. الطماطم لازم الصوص بتاعها، المية بتاعتها دي، عشان هي اللي بتطري الجبنة القديمة وبتخليها جوسي كده وبتخلي طعمها حلو. هننزل مع بعض بفلفل. الفلفل ممكن نحط فلفل بارد وفلفل أخضر وفلفل كوبي. ممكن كمان لو حد حابب يحط فلفل الوان هيديها اضافه جميله قوي. وكمان انا عشان بحب الحاجه سبايسي شويه فحطيت فلفل حامي. هننزل بيهم كده على الطماطم. اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو. هنقطع طبعا الخيار اللي بيبرد معانا الجبنه وبيخليها كده طعمها حلو قوي قوي قوي. هنقطعه زي ما انتم شايفين كده تقطيع رفيع جدا، عشان احنا مش عايزين حاجه طعمها يبقى باين قوي لوحدها، لا احنا عايزين كل حاجه تبقى داخله كده في بعضيها. هننزل بيهم على الحاجات اللي احنا قطعناها قبل كده. في فيديوهات جاية كتير أوي 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 الفترة الجاية هتعجبكم. هننزل عليهم بكوباية من الزبادي، أي نوع زبادي موجود عندنا، بس طبعا تكون سادة. وبعدين هننزل بالجبنة القديمة. الجبنة القديمة اللي أنا جايبها دي جبنة قديمة بحبة البركة. هنحط عليهم بقى كده إيه، شوية زيت، ده اللي برضو بيطريها. وأكتر سر مهم في الجبنة القديمة بعد الزبادي والزيت والحاجات دي كلها هي الطحينة. هنبتدي بقى نمكس أو نقلب الحاجات دي كده كلها مع بعض. قلب 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 على طريقتنا. نفضل نقلب فيها لغاية لما كل الحاجات، كل المكونات دي كده تخش في بعضيها زي ما انتم شايفين، لغاية لما الشكل اللي قدامنا ده كده هو اللي يبقى موجود. كده احنا عملنا احلى طبق جبنة قديمة. بجد كان طعمه روعة، وشكله كمان كان حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. بالهنا والشفا. وبنقدمه طبعا في طبق وشوية عيش سخن كده بلدي. واحلى اكلة ممكن تاكلوها. تنفع سلطة، تنفع وجبة، تنفع اي حاجة. وباي باي.